ايه عقوبة الام اللي بترمي رضيعها في القمامة؟ الحاجات دي احنا وجدناها كتير وانتشرت. فاحنا بنقول الام اللي بترمي ابنها الرضيع في الزبالة لو وجدوه حي بتبقى تعريض الطفل للخطر، ودي عقوبتها الحبس. اما لو وجدوه ميت فهو بيبقى تهمة القتل العمد. احنا بنقول دي مقدمة لان المتهم النهارده خطيبها في اثناء فترة الخطوبة وجدها في الشقة لوحدها، وكان ابوها وامها مش موجودين، وحصل ما بينهم علاقة. البنت انهارت، فقال لها اطمني ده احنا كلها كام شهر وهنتجوز. وبالفعل اتجوزوا، ولقت البنت ان هي حامل في 4 شهور. فضل الحمل يكبر وولدت بعد 5 شهور من الجواز. البنت مش عارفة تواجه اهلها، هقول لاهلي ايه لما اولد؟ شيطانهم طبعا اللي كان معاهم في لحظة الغلط اتوجد دلوقتي وقال لهم ان انتوا تتخلصوا من الجنين دوت عشان ما تتعرضوش للفضيحة قدام اهله واهلك والجيران والناس والحاس اللي احنا عارفينها. فعلا اتفقوا ان البنت هتولد في المستشفى، محدش هيعرف الحكاية دي، وهي خارجة من المستشفى ترمي الولد في صفيحة الزبالة. وحصل، والبنت ولدت، وبعد يومين في المستشفى خرجت، وولد عدوا على صفيحة في مكان مظلم، وألقت الولد في الصفيحة ورجعت مع جوزها للبيت. لا حد شاف ولا حد سمع، ولكن إرادة ربنا. الولد وهو خارج من العملية بيحطوا في دراعه حاجة كده فيها اسمه واسم الأم والمستشفى اللي اتولد فيها. فده كان سر ربنا سبحانه وتعالى جعله عشان يكشف جريمة الولد اتعرض ليها بدون ذنب. طبعا قدرت الناس لما لقوا الطفل وعرفوا مين أمه وجابوها، واعترفت باللي حصل بينها وبين أبوه، وإن هي اضطرت إنها تتخلص منه عشان تحافظ على نفسها من الفضيحة قدام أهلها وقدام أهله. طب أنت خفتي من فضيحة، ما خفتيش من ربنا لما تعرضي طفل زي ده للخطر؟ أنت عارفة اللي هيجرى له إيه؟ كلاب تاكله، حد يعني يأذيه، يترمى على الزبالة ويتخنق. أنت رمياه خلاص، بتعرضيه للخطر، يجرى له اللي يجرى له، المهم أنت تنجي بنفسك أنت وجوزك. كل ده تفكير غلط، أوله غلط في نهايته غلط، واتحبستي ومنتظر ان انت تاخدي حبس ما يقلش عن 3 سنين. عشان ايه؟ عشان احنا طوعنا الشيطان. ربنا ينجينا ويكفينا شر.